انا النهارده في ليدل وهنغير الازايز. تمام، تعالوا مع بعض نشوف المكنه اللي ورايا ديت وهنغير فيها الازايز وهتطلع لنا كام ونقدر نجيب بيهم ايه. اول حاجه زي ديت كلها كلها رجعت ليه دخل ديت. لازم وانت بتحط الازازه كده تحطها مظبوطه علشان تاخد الباركود والاسكان بتاعها. ده بيبقى اسكان وباركود كده، هي ده اللي المكنه بتقراه وتقوم مدياك الفند بتاعك اللي هي الفند ده اللي هو اللي هو المرتجع، يعني اللي هو 25 سنت للازازه اللي انت اصلا بتكون دافعهم وانت بتشتري الحاجه. يعني لو الحاجه اصلا واقفه عليك بيورو فانت بتكون دافع يورو ونص. طبعا احنا كده خلصنا. تمام، بيطلع لك الورقه بقى من تحت اهوت. ورقه فيها كام؟ 5 يورو اهو. هو ده، وطبعا بيقول لك كده مش هينفع غير في الفرع ده، مش هينفع تعمل لهم اين غير في الفرع اللي انت عملت فيه في المكنه دي اللي هو فرع ليدل. طبعا انت ال5 يورو دول بتكون دافعهم اصلا، يعني انت شويه الازاز دول دافع ثمنهم زي ما قلت لك واحنا بنغيرها، وبتيجي خالص بتغير اللي انت وبتاخد فلوسك اللي انت دفعتها. ممكن تخش على الكاشير الكاسه تقول له انا عايز الفلوس ديت، او وانت بتحاسب تديله البتاع ديت هيشيل لك من الحساب 5 يورو. طبعا 5 يورو مبلغ مش كبير خالص، ولكن ديت فلوسك انت بتكون دافعها ودافعها بالفعل وانت بتاخد الازايز دي. ما تخليش حد يشتغلك ويقول لك ازاز البلاستيك هنا بتاخد عليها فلوس، لان دي فلوسك اصلا وانت دافعها. بالتوفيق ان شاء الله، وربنا يكرمكم كده يا رب، وكلكم باذن الله تيجوا وتجربوا التجربه ديت وتجربوا ان شاء الله العيشه هنا باذن الله. توفيق.